السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل المتابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم نورة من قناة يوميات وأكلات نورة. النهاردة كده أنا الولاد كانوا عايزين ياكلوا تورتة كده من غير أي مناسبة، من غير حاجة. وكان عندي بقى دقيق سبونش في البيت نص كيلو، وعندي بقى ايه، واشتريت شوية حاجات كده بقيمة 30 جنيه، وزينتها كده بحاجات بسيطة جدا. تورتة بيتي يعني، مش محلات ولا الكلام ده، هي تورتة بس بيتي. طبعا انا كنت مجهزة السبونش كيك النص كيلو، عليه 6 بيضات وعليه نص كوباية مية، وعملتهم في المضرب ودخلتهم الفرن. وبعد كده بعد ما استوت غطيتها بفوطة وسبتها لحد ما بردت خالص. ودلوقتي انا زي ما شفتوا كده، عشان انا كنت مغطياها بالفوطة، فوشها كان سهل جدا ان انا اشيله يعني. ودلوقتي طبعا جبت السكينة المشرشرة كده، وابتديت قسمتها تلات طبقات. هي لو احنا عايزينها تكون عالية شوية، بنصغر الصينية اللي احنا عاملين فيها المقدار يعني، ولتكن مقاس 20 او مقاس 22. طبعا بعد كده طبعا انا كنت مجهزة كريمة، عاملة كوبايتين من الكريمة وعليهم نص كوباية من السكر، لان الكريمة بتاعتي خام، وعليهم كوبايتين من المية المثلجة يعني. انا قلت لكم انها تورتايه بسيطه ومش مكلفه جدا. تمام. وهقول لكم انا جبت شويه الكريمه دول ب20 جنيه، وحطيت لهم طبعا سكر من عندي من البيت، وشويه ميه مثلجين. فالتزيين بتاعها اتكلف بالظبط 30 جنيه يعني. بعد كده جبت طبقه سقيتها بشربات بارد. شربات بارد كده خفيف، سقيت الطبقة الأولى بيه وحطيت عليها طبقة من الكريمة وفردتها. ودلوقتي طبعا حطيت الطبقة التانية وبرضو سقيتها من نفس الشربات أو السيرب، وحطيت عليها برضو طبقة من الكريمة. معلش النور كان بيقطع ويجي يقطع ويجي، والإضاءة مش هتلاقوها مظبوطة، فاعذروني يعني. هفرد كده زي ما انتم شايفين. وكان عندي كده شوكليت شيبس كده مش صغير، فحطيت شوية كده في النص. ودي طبعا الطبقة الأخيرة، برضو سقيتها بالشربات أو السكر. وعشان تبقى مسكرة كده وبطعمها حلو، وكمان تبقى طرية يعني من جوه. وحطيت عليها كمان بقية الكريمة، طبقة حلوة كده من الكريمة، وابتديت بقى اغلفها من الاجناب ومن فوق زي ما احنا شايفين كده. انا عارفة ان الاضاءة مضايقاكوا، بس يعني اعذروني. وكان عندي طبعا شوكولاتة خام سيحتها على بخار مية. عفوا. قلت لكم ان الشوكولاته سيحتها على بخار ميه، وحطيت لها كده معلقتين 3 من اللبن او الحليب. وحطيت كده على نص التورتايه بالظبط. وزعت عليها الشوكولاته، وكنت حاطه مناديل مطبخ تحت كده، عشان لو اي شوكولاته زياده تنزل عليها يعني ما تبهدلش الرخامه. وحطيت بقيه الكريمه في كيس حلواني كده، وابتديت اعمل بيها وردات. في الجزء التاني الابيض بقى نصها شوكولاتة والنص التاني كريمة بيضة. وزي ما انتم شايفين كده بقت مقسومة نصين. طبعا الجزء اللي هو بالشوكولاتة حطيت عليه كده باكو، اللي هو اسمه البسكوت اللي هو الويفر اللي اسمه فريسكا. حطيت منه طبعا 2، الواحد ب2 جنيه، حطيت 3 زي ما احنا شايفين، واحد شمال واحد يمين واحد في النص. حطيت الواحد ب2 جنيه، دي كده 6 جنيه. وبرضو باكو بسكوت كده مش فاكرة اسمه ايه، فيه 2 بس مغلفين بالشوكولاتة وطعمهم حلو جدا، حطيت منهم برضو 2. وبديل اوريو الباكو فيه 5، تقريبا ب3 جنيه. تمام. ده بديل اوريو مش اوريو، ب3 جنيه. فكل الحكاية يعني 20 جنيه كريمة، و10 جنيه او 12 جنيه اللي هو الشوكولاتات اللي انتوا شايفينها دي الويفر. فكل الحكاية اتكلفت حوالي 30 جنيه.
اما الجزء التاني كان عندي شوية صوص كده من صوص المانجا، حطيت عليهم معلقة كريمة لان هما كانوا مكلبشين شوية عشان هما كانوا في التلاجة بقالهم مدة، فكانوا مكلبشين شوية، فبفكتهم على بخار مية شوية وحطيت عليهم معلقة من الكريمة، فلونها اتغير شوية، خدت اللون الكناري الاصفر بدل لون المانجا يعني. وبس هي من بعيد شكلها بتوحي انها لون المانجا، وحطيتها في الجزء اللي هو ما بين الكريمة اللي هو في الجزء الابيض. والتورتاية كلها ما تكلفتش حاجة خالص، والولاد كانوا مبسوطين بيها. ودي تورتاية بيتي معمولة بالبيت بتكاليف بسيطة جدا. كل الحكاية التزيين بتاعها ما يتعداش 30 أو 31 جنيه يعني، في الحدود دي. وأشوفكم في فيديو جديد على خير، وما تنسوش اللايك.